كيكة الذرة أو البسيسة من الكيكات التراثية اللي كلنا بنحبها وليها معزة كده خاصة. النهاردة هنعمل النسخة الصيامي يعني بدون بيض ولا لبن، وهنشوف ازاي تبقى طرية وما تبقاش مفرولة. أول حاجة هنحتاج كوباية ونص من عصير البرتقال، وهنضيف عليه كوباية ونص من السكر، وهنقلبهم مع بعض كويس عشان ندوب السكر على قد ما نقدر. طبعا احنا ممكن نعمل الخطوة دي في الخلاط، نحط العصير والسكر ونحط كمان معاهم الزيت ونضربهم كويس كده لمدة دقيقة لغاية ما السكر ما يدوب. وعلى فكرة دي مش كل كمية السوائل اللي هنستخدمها، احنا لسه هنستخدم كمان من نص كوباية لكوباية الا ربع. بالنسبة بقى للمواد الجافة، انا معايا 3 كوبايات من دقيق الذرة اللي هي الصفرة. انا جايبة الماركة بتاعة دوبيلا، حلوة وناعمة وكويسة جدا. وضفت عليها كوباية ونص من الدقيق العادي، وكمان حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح. هقلبهم بقى كده مع بعض واخلطهم كويس جدا. وبعد كده هضيف عليهم الزيت، احنا هنحتاج كوباية الا ربع من الزيت، يعني 150 جرام. هنخلط الزيت مع المواد الجافة كده كويس جدا لغاية ما نغلفها كلها بالزيت بالشكل ده. دلوقتي بقى نضيف عليهم العصير اللي احنا مدوبين فيه السكر. وبالنسبة للفانيليا، انا هستخدم هنا فانيليا بالبرتقال، بجد تحفة وبتدي ريحة حلوة جدا. انا هنا عشان مستخدمة العصير عصير علب، لو مستخدمة عصير فريش كان ممكن استخدم كمان قشر البرتقال، هيبقى حلو جدا. هنقلب بقى الخليط كده كويس جدا لغاية ما يكونش فيه اي تكتلات. طبعا احنا عايزين القوام اخف من كده، فهنضيف كوباية الا ربع من العصير تاني. انتوا حسب القوام هتحتاجوا من نص كوباية لكوباية الا ربع، يعني ممكن تضيفوا الاول نص كوباية، تقلبوا لو لقيتوه وصل للقوام المظبوط اللي هتشوفوه دلوقتي يبقى خلاص. حسيتوه لسه تقيل يبقى ضيفوا ربع الكوباية التانية. شايفين بقى هو ده القوام اللي احنا عايزينه، الخليط بتاعنا ناعم جدا وجميل قوي. هنضيف بقى باكو كامل من البيكنج باودر اللي هم 16 جرام، ونص معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي الكربوناتو، وهنضيف عليها معلقة كبيرة من الخل. الفوران ده بتاع الخل والبيكنج صودا ده كأنه بديل للبيض، هيبقى مادة رافعة كويسة. هنقلب بقى كل المكونات كده او الخليط مع بعضه، ونجيب بقى سباتولا ونتأكد ان كل حاجة متجانسة بالشكل ده. شايفين الخليط ناعم قد ايه؟ وده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه، مش عايزينه اتقل ولا اخف من كده. جبت بقى صينيه مقاس 25 في 35، دهنها دهنه من الزيت، هحط فيها كل كميه خليط الكيك بتاعنا. لو هتستخدموا صينيه ألمونيوم يبقى دهنوها زيت وعفروها او بدروها كده بشويه دقيق. ما ننساش بقى ندي خبطتين 3 برضو للصينيه كده عشان نطلع اي فقاعات هوا زياده. ومن ضمن الحاجات اللي بحب استخدمها هو السمسم، بحب ارش رشه سمسم حلوه كده على الوش بتاعه الكيكه، بتدي طعم حلو قوي. في الوقت ده انا كنت مشغله الفرن على 180، النار تبقى شغاله من تحت بس عشان الفرن تسخن كويس قبل ما احط فيها الكيكه. بدخلها بتاخد تقريبا 45 ل 50 دقيقه، طبعا يزيد او يقل حسب الفرن بتاعكم. ولو الفرن عندكم سخنه قوي خلوا الحراره 170 مش 180. وممكن اخر دقيقتين تفتحوا الشوايه لو ما كانتش واخده لون حلو من فوق، بسيبها بقى لغايه ما بتهدى وتبقى يدوب دافيه. بعد كده بغطيها كده بكيس او ببلاستيك راب واسيبها حوالي 10 دقايق ربع ساعه. ده بيخليها وهي بتتقطع ما تبقاش مفرولة معاكم وتبقى قطرة. طبعا انتوا شايفين وانا بقطعها باين قد ايه الكيكة طرية ومش مفرولة خالص. قطعوها طبعا بالشكل اللي انتوا عايزينه كده، مربعات، تقطعوها يعني شرايح رفيعة زي ما تحبوا. شايفين بقى الكيكة جميلة ازاي؟ ما تحسوش ابدا ان الكيكة دي ما فيهاش ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة من الحاجات دي. بجد لذيذة جدا. بس تحتاج جنبها حاجة كده سوائل، يعني كوباية شاي او كوباية عصير هيبقى افضل في الاكل معاها. يلا بقى بسرعة جربوها، وابعتولي صور تطبيقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك وكمان رأيكم فيها ايه. وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.